السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في معاصف شتوي جميل جدا. بس عايز اوريكم حاجه الوحيده اللي فئتها اللي بتنزل بيه الباب الفرار. فرار ده ولا مش فرار؟ ومش كده وبس، من احلاهم في فئتها برضه في سواقتها، الا ده هيجي حساب بعض الحاجات هنعرفها مع بعض. فورد جراند سي ماكس، تحت جراند دي 100 خط، هي من فئه الميد سايز ام بي في او العربيات المينيفان العائليه المتوسطه، زيها زي الفولكس فاجن توران، الستروين سي 4 جراند بيكاسو او ستروين جراند سي 4 بيكاسو، الرينو جراند سينيك، والاوبل زافيرا. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عن التوران اكبر منافسينها هلكم في اللينك اللي فوق ده تعرفين تعملوا فيه ايه. طيب هي على فكره الجراند او السي ماكس بتنزل بتنزل بموديلين، حاجه اسمها السي ماكس، فورد سي ماكس، والفورد جراند سي ماكس. الفرق ما بينهم ان الجراند سي ماكس ذات قاعده عدلات اكبر ب 12 سم، فده ادالك طول العربيه اكبر ب 12 سم عشان يبقى في مكان للصف الثالث من الكراسي، وده اللي بيميزها كلمه جراند. كلمه جراند دايما تعرف ان هو نفس الفئه كان بيكبروا عشان يدولك مكان الصف الثالث من الكراسي، وكذلك برضه شنطه اكبر. وافكركم لو انت عايز تشوف الشنطه والاجزاء دي كلها، فالفيديو بتاعنا متقسم مجموعه من المقاطع الوقتيه الموجودين في السكرول بار تحت. ولو بتدور على تقييم اي عربيه معينه اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنب كلمه دليلك هتطلع لك ان شاء الله، ولو ما طلعتش شوفها في الكومنتات تحت وانا اعمل لك ليها تقييم بسرعه. عشان كده نخش على السيمات بسرعه بسرعه. الفورد سي ماكس نزل منها جيلين، ده الجيل الثاني منها اللي طلع في سنه 2011، ونزل منه فيس ليفت في 2014، فده البري فيس ليفت. الفيس ليفت ان شاء الله ليه تقييم لوحده. طيب سعرات في السوق المستعمل بيبدا من 3500 يورو بينتهي عند حوالي 14000 يورو حسب الحاله. كسيفتي فهي خدت حسب تقييم يورو انكاب واو 5 نجوم من 5، تنزل كستاندرد ب 6 ايرباجز واي بي اس واي اس سي. تتقدم في السوق بثلاث فئات في اوروبا. اول واحده الامبيانت الفاضيه خالص من جوه، بتنزل بالجنوط ال 16 بوصه الحديد، بيبقى فيها المالتي فانكشن ويل وبيبقى فيها تريب كمبيوتر. ثاني واحده الترند بتنزل بالجنوط ال 16 بوصه السبور، بيبقى فيها تكييف شغل كروم من هنا، بيبقى فيها كل حاجات الكتريك من جوه سواء المرايات او الشبابيك، وبيبقى فيها دعم قطني. وثالث واحده كالعاده اللي هي التيتانيوم اللي هي اللكجري بتاعتهم او البريميوم، بتنزل بالجنوط ال 17 بوصه، بيبقى فيها نظام سوني الانفوتينمنت سيستم او خلينا نقول مالتي ميديا سيستم، شغل كتير كروب من جوه وفتحه السقف. طبعا دي اللي عندنا النهارده زي ما انتم شايفين عشان انا شاورت عليه. جو يا جماعه بصوا يعني تحفه يعني عاطفي جدا يعني. طيب هنا فورد احنا عارفين من اول 2010 كده بدات تقلب للتصميمات الهجوميه القويه، زي ما انتم شايفين تصميم هجومي جدا بتاع الاضاءات. هنا طبعا دي نفس الموجوده في الفورد فيستا. بالمناسبه عكس الفورد فيستا عامله ايه ممكن تبص عليها في اللينك اللي فوق ده. هنا هتلاقي تحت هنا الفوجات الاماميه، الشبكه الكبيره بتاعت فورد دايما اللي بيعملوها في الاشكال، او هي خلي بالك جزء من الشبكه مع الاقتضام المتعامه بالكروم هنا زي ما قلنا من اخر فئه من ثاني فئه. هنا شبكه صغيره ضمن علامه فورد. طبعا هنا كذا تجعيده في الكبوت. الكشافات اللي عندنا هنا بس النهاريه بتبقى ال دي، لكن بقيه الحاجات الكشافات كلها بتبقى هالوجين. تتحرك هنا الجنوط ال 18 بوصه السبور. انا الصراحه شايف ان نسبتها حلوه جدا مع العربيه. الثانيه دي الصراحه جميله جدا، اللي يعرف يجيب الثانيه في السوق تحفه. هنا المرايات مرايات ضم بالاشارات بتاعتها، تجعيده جامده جدا في التصميم من الجانبي. هنا في روف ليرز، فتحه سقف من فوق، في كرومه ماشيه مع الازاز تحت. طبعا دي عشان هي الاكبر فطول العربيه دي 4 متر 66، اكبر من الفورد سي ماكس العاديه. طبعا الباب الجرار هو يمكن تقيل شويه، بيوقف المجرى بتاعه بيفتح كده لغايه الاخر. نتحرك لورا، طبعا حجم ازاز كبير جدا، عربيه عائليه. الازاز الخلفي مع سبويلر صغير لا يكاد يكون موجود. علامه فورد برده هنا عاديه جدا. كلمه سي ماكس هنا موجوده، وتحت هنا في الاقتضام بتاعنا وفي 4 سم. الشنطه بتاعتها الصراحه هنا بقى متضحي بيها عشان العربيه تبقى
رشيقه، التصميم الرشيق اللي احنا شفناه الجميل جدا ده. اول حاجه لو عندك الصف الثالث من الكراسي فمساحه الشنطه بتبقى 115 لتر فقط، اقلهم في معظم منافسينا حاجه زي التوران مثلا بتبقى 137. لو نزلت الصف الثالث من الكراسي بيبقى مستوي. طبعا هنا بيبقى فيه الرف القماش اللي هو اللي بيخش لجوه المجرى بتاعه، بيدي لك هنا مفيش اي بروز تحميل خالص. الشنطه بتاعتك الجميله جدا دي مع السلامه حبيبي. تحت هنا الارضيه في مكان صغير تخزين، هو ساعه وهي فاتحه ما اعرفش ليه. ايوه اهو يدي لك مكان هنا عشان العجله اللي بترن لو موجوده لو انت طالبها بيها او صاحب العربيه زمان طلبها بيها. هنا في اماكن ربط الشبكه فتحه 12 فولت، هنا في علاقات خطافات، في اضاءه من هنا، مكان تخزين صغير من هنا، وهنا برده في مكانين صغيرين عشان الصف الثالث من الكراسي عشان يخزن حاجات، واثنين كاب هولدر طبعا موجودين للصف الثالث من الكراسي. طبعا لما ننزل الصف الثالث يبقى اتبقى لنا مساحه تقدر ب 475 لتر، برضو اقل من كل منافسنا، هي اقل واحده فيهم عشان العربيه تبقى رشيقه وجميله، عشان التصميم جميل بتاع فورد. يعني دايما الفورد اقلهم في العمليه. التوران مثلا فيها 834 تكاد تكون الضعف، فهي شنطه كويسه لكن مش اكترهم مساحه يعني، خلينا نقول. طيب نتحرك لقدام. لو انت عايز طبعا الصف الثاني بقى من الكراسي ممكن تفتح الكرسي اللي في النص ده عشان يديك مساحه تحميل طوليه، ممكن تستخدمه كترابيزه برضو. والحاجه بقى الغريبه شويه في فتحه الكراسي هي مش عمليه قوي، لو انت لازم ترفع الاول قاعده الكرسي ثم بعد كده تنزل الكرسي نفسه. كده ادالك مساحه تخزينيه طويله جدا تقدر ساعتها ب 1470 لتر، اقلهم برضو في كل اخواتها. وفي الحاله دي قدرنا نزنق شنطتين سفر كبار، 3 وسط و2 صغيرين، بس طبعا صدينا الرؤيه خالص من قدام. للاسف عشان في بروز تحميل هنا فمش هتعرف تحط الحاجه بتاعتك وتزقها، هتضطر انك ترميها. مجموعه المواتير كانت بتقدم بها وقتها متعدده. اول حاجه فتحه الكبوت تقيله الصراحه وكويسه، وفي عزل حراري فوق عادي جدا. وزي ما شايفين طبعا في شيلدنج للموتور ومكتوب هنا ايكو بوست لان ده نوع الموتور اللي عندنا. هتلاقوا مواتير بنزين ومواتير ديزل فقط، كلهم جر امامي، فيهم 3 سلندر فيهم 4 سلندر، كلهم مانيوال وفيهم تنفس طبيعي وفيهم تربو. تمام. طيب اللي عندنا النهارده من احلى المواتير اللي فيهم اللي هو ال 1600 سي سي 1.6 لتر ايكو بوست، ده مربوط بنقل الحركه 5 سرعات مانيوال، بيولد معك قوه حصانيه 150 وعزم 240 نيوتن متر، سرعته القصوى 203 كم في الساعه، بيتسارع من 0 الى 100 في 9.9 من الثانيه. معدل حرقه للبنزين 6.7 لتر لكل 100 كيلو، في رقم عالي شويه. ندخل على جوه بقى، المفروض وقتها الستاندرد جدا. طبعا هنا السنتر كونسول ده اللي هتلاقيه بس في التيتانيوم في كل الفئات، هتلاقيه برده في الفورد فوكس. بالمناسبه بصوا على الفيديو بتاع الفورد فوكس حطيته لكم فوق. السي ماكس العاديه مبنيه على قطعه عجلاتها، لكن دي زي ما قلنا اكبر 12 سم فقط. عايز تشوف الفئتين اللي قبلين السنتر كونسول ده عامل ازاي، بص على الفيديو بتاع الفورد فوكس ده. غير كده التصميمات اللي هي بتاعت فورد العاديه جدا. طبعا هنا الداشبورد بالك جدا، مواد اللي فوق مش سوفت تاتش قوي، خفيفه خالص، لكن هي ما تكون مواد الى حد ما كويسه، لكن هي مش حلوه قوي يعني. وترمات بلاستيك هنا طبعا داير ما يدور، منوره الضلمه اللي موجوده في العربيه. طبعا هنا البيانو بلاك ده اللي موجود، بس موجود في اخر فئه في سنتر كونسول اللي هو بتاع سوني ده زي ما قلنا مميز للتيتانيوم. طبعا الزراير هنا الزراير كلها صغيره كده، متعبه جدا الصراحه عشان توصل لها وانت بتسوق، متعبه شويه. عجله القياده هنا متقفله بيه الجلد الصناعي اللي على فكره الكواليتي بتاعته مش عاليه قوي، تكاد تكون انها كاوتش يعني مش احسن حاجه حتى مع اننا في اعلى فئه. ثم بعد كده هنا العدادات الرياضيه الجميله جدا بتاعت فورد، هنا بالفونتات الرياضيه والاشكال المدببه في العدادات وفي العقارب اللي موجوده، الصراحه جميله جدا انا عجباني. شاشه صغيره هنا للسائق. والكراسي الموجوده عندنا معموله بالقماش عادي خالص، حتى في اعلى فئه مفيش اي تقفيل جلد خالص في العربيه دي، عربيه في الاخر عائليه. طبعا عندنا الفتحه البانوراميه للسقف الجميله جدا من فوق دي، الصراحه انا فتحه السقف دي مهمه جدا في العربيات بالذات العائليه لان بتنورها جدا. اوريكم الاول المفتاح بتاع الفورد عامل ازاي، هو عادي خالص وصغير، طبعا ممسوح من هنا شويه، ولكن هو ملوش مكان تحطه هنا للاسف، فدايما يا اما تحطه كده تعلقه او تحطه في الكاب هولدرز، لانها عربيه هنا طبعا في اخر فئه بتنزل بيه زرار الباور او الستارت ستوب. بقيه الحاجات كلها بتبقى بقيه الفئات كلها الاول فئتين بتبقى مفتاح. طيب تظبيطات الكورسي ممتازه الصراحه، ممتازه. انا بص برفع الكرسي لغايه الاخر اهو، انا شايف اخر كبوته العربيه مع انه مايل جدا. عجله قياده تلسكوبيك بتطلع عليك وتخش عليك عشان تظبط القعده اللي تريحك. القعده جميله جدا وواسعه جدا، والكرسي الى حد ما محتضنك، مش اريح حاجه اللي في التوران. انا كنت حاسس ان هو اريح شويه،
حاجه بسيطه. وطبعا الكرسي هنا عادي خالص بيرجع عباره عن بكره لو انت عايز ترجع الباك ريست بتاعتك، وفي دعم قطنيه من الجنب. كم مساحات هنا جيوب الباب الصراحه صغيره الى حد ما، بس يا دوبك تشيل ازازه 1.5 لتر. الكاب هولدر الموجودين هنا موجودين، فكان فيهم اسنان مثبته عشان ما تحط الكوبايه بتاعتك ما تلعبش. ممتازه الصراحه، الكوبايه ما بتلعبش. في مكان تخزين هنا صغير لو عايز تحط الموبايل بتاعك. هنا فوق في حاجه بص جميله جدا، هعمل لك زي مرايه صغيره كده حاسس ان انت عربيه عليه. هنا بقى جايب لك المرايه دي، جايبه لك الركاب اللي ورا، فانت شايف الاطفال بيعملوا ايه، فلو اي حد اشتكى بس ممكن تفتح كده تقول له تروح قافل تاني بس كده. وفوق هنا في مكان لنضاره الشمس، جميله جدا السنتر كونسول ده. ولو قولت العربيه طبعا هنلاقي هنا لو عايز تقفل البلايندر بتاع فتحه السقف فممكن تقفله. طب قبل ما يقفل نكمل شويه. هنا في درج التابلو غويط جدا لكن هو مش عريض الصراحه. وتحت هنا في مكان صغير ما اعرفش ممكن تخزن فيه اي حاجه تحطها هنا هتقعد تلعب معاك. هنا في مسند الايدين ناشف جدا الصراحه، هو مش مريح، ولكن لو فتحته لو دخلته لجوه فتحته هيديك مساحه تخزين هنا صغيره فيها فتحه يو اس بي تنزل بس في الفئه دي. على فكره اليو اس بي ده عشان تشغل حاجات على الانفوتينمنت سيستم، او يعني خلينا نقول المالتي ميديا سيستم في السوني. وفوق هنا الشماسات بتاعتك بتفتحها عريضه وكبيره، فيها كشافين هنا واضاءتين ومرايه في النص. التكنولوجيا في الازاز بالكامل ومرايات كهرباء من هنا. الكشافات من هنا فيها كل حاجه حتى الضبابه الاماميه، وفيها طبعا اوتوماتيك. على فكره الكهرباء دي موجوده بس من تاني فئه ككل ازاز في العربيه. هنا الشاشه الصغيره شاشه السائق، هنا بس بتبين لك معلومات الرحله بتاعتك. البورد كمبيوتر بتاعك بتتحكم فيها من خلال المالتي فانكشن اللي على الشمال هنا، وبتشوف معلومات الرحله من حرق بنزين الخ من المعلومات كلها اللي انت عاوزها. شكرا الدنيا عماله تشتي. على الشمال تحت هنا هنلاقي التحكم في السبيد ليميتر والكروز كنترول بتاعك، وعلى اليمين هنا تحت هنا هنلاقي التحكم في الصوت والمالتي ميديا بتاعتك، وتقلب فيه التراكات وتفتح وتقفل على التليفون اللي مربوط بيه اليو اس بي زي ما قلنا، او بلوتوث. كله بينزل في اخر فئه فقط، خلي بالكم من النقطه دي. لا تاني فئه فيها بلوتوث، لكن اليو اس بي موجود بس في ثالث فئات تانية. ثم بعد كده الشاشه الرئيسيه الموجود هنا شاشه صغيره جدا طبعا، هي 3 بوصه مالتي ميديا بس. تتحكم فيها يا اما من خلال المالتي فانكشن على اليمين هنا، برضه هو نفس الموجود على الشمال فهيحيرك شويه، ولكن هنا ممكن تقلب في المنيوز بتاعتك، تلعب في التراكات، تغير في التراكات بس هي كلها التليفون والتراكات والراديو بتاعك. وعلى اليمين هنا طبعا البانل الكبير ده. في النص هنا الاشكال بتاعت فورد اللي ممكن تلاقيها الكاينيتيك القديمه، لكن ده الشكل اللي هو زي ما قلنا في اخر فئه بس اللي موجود في التيتانيوم. منيو من هنا، وتلعب من خلال البكره دي توطي وتعلي الصوت، تلعب في المنيوز بتاعتك، تشوف الاوبشنز بتاعتك الى اخره. يعني هي محدوده جدا طبعا هنا عشان تظبط التركات بتاعتك، بتاعت الراديو والكلام ده كله، والاوكس ان والفون. لا القديمه الاسلوب القديم يعني مش انفوتينمنت سيستم، طبعا الكلام ده اتغير في الفيس ليفت. وتحت هنا عشان احنا في اخر فئه فالتكييف ديوال زون اوتوماتيك موجود من هنا، وطبعا في تيس عادي خالص هنا متقفل بالجلد الصناعي من هنا. تحت هنا هنلاقي فتح مخرج 12 فولت وتدفئه الكراسي يمين وشمال. تعالوا نشوف بقى الكرسي اللي ورا عامل ازاي. فتحه الباب الجرار ده الصراحه كويسه جدا وجميله، بيديك مساحه كويسه جدا عشان تدخل اي نوع من انواع كرسي الاطفال او انت كبالغ تخش. الدقه مريحه جدا، عاجبني جدا الباب الجرار ده، هي الوحيده اللي زي ما قلنا اللي بتنزل بيه الباب الجرار. وعلى الشمال هنا زي ما شايفين في البلايندرز اللي بتقفل كده لو انت عاوز يعني الشماسات بتاعتك. نفس المواد المستخدمه اللي قدام هي كلها بلاستيكات. على فكره المواد اللي فوق هنا كلها برضو بلاستيكات، استخدام المواد هنا مش بريميوم قوي. بالنسبه للكنبه اللي ورا فهو الكرسي اللي في النص هو اصغر من الكرسيين دول، مش زي التوران كان اكبر شويه ولكنه مقبول يعني هنشوفه دلوقتي. هنا في كاب هولدر صغير لكن مفيش اي جيوب باب خالص. مساحات القعده هنا كويسه جدا، انا رجلي بتخش تحت الكرسي. هنا في مساحات الراس الى حتى مع وجود السقف البانورامي يعني اوكي مقبوله. اي حد اعتقد فوق 75 فممكن يخبط فيه السقف المايل ده او الكيرف ده عشان العربيه رشيقه جدا في تصميمها فطلع لك المشكله دي. الكرسي نفسه ممكن تحركه لقدام ولورا لو انت عاوز، فممكن انت مثلا تحركه لقدام عشان تكبر مساحه الشنطه لو انت محتاج يعني، او تدي مكان للصف الثالث من الكراسي. لكن طبعا هنا مساحه الركبه راحت خالص. في النص هنا في فتحات تهويه ومخرج 12 فولت واحد فقط. زي ما قلت هنا الكرسي ده فممكن تقلبه لو انت عايز تتحرك، ممكن تقلبه يبقى الترابيزه لو انت عاوز، تمام، ممكن الترابيزه. الحاجه الجميله جدا برضو ان الكرسي اللي في النص ده ممكن انت تقفله وتخزنه تحت الكرسي الجانبي عشان تفضي مسافه في النص لو اطفال عايزين يخشوا للصف الثالث من الكراسي، او لو عايز تدي براح للراكبين على اليمين وعلى الشمال. هنا في تثبيتات الايزو فيكس
حاجه جميله جدا في العربيه دي اللي انتم شايفين هنا تقريبا ما فيش نفق خالص، تقريبا مستويه. انقل هنا راكب ام بي في، عربيه عائليه كما قال الكتاب، ممتاز. لكن هنا بقى مساحات الرجل وحشه شويه بسبب مجاري الكراسي، فهتضطر انك تاخد من مساحات الرجل الراكبين اليمين والشمال. اما بالنسبه للقعده هنا انت ما بين 2 اطفال، كرسيين اطفال، فالقعده اوكي مقبوله للمسافات المتوسطه، مش احسن حاجه بالنسبه لي معظم منافسينها، لكن مقبوله. وانا قاعد فوق هنا طبعا هنا مساحه الراس قلت شويه ده بسبب ان الكرسي ده اعلى حاجه بسيطه، وبرده بانشف حاجه بسيطه من الكرسيين اليمين والشمال. الصف الثالث من الكراسي للاسف مش موجود عندنا النهارده، ده اوبشن زياده، لكن لو عايز توصل له فالكراسي بتتقلب عادي خالص عشان تديك مساحه لجوه، بيبقى الميكانيزم بتاعها مختلف شويه عن دي. لكن الصف الثالث فهو من اضيقهم برده في كل فئاتها، مساحات الركبه اللي فيه اوكي مقبوله، لكن هو غير كده ضيق جدا، والسقف اللي مايل ده والكيرفات اليمين والشمال بتاكل جدا من مساحات الراس، فهو من الاخر كده مناسب للاطفال. على الاسفلت بصوا يا جماعه، والمدينه العربيه دي سوقتها هاديه جدا وعاديه جدا، مش اريح حاجه لكن هي عاديه جدا. امتصاصها في الصدمات هقول دلوقتي حاجه، نظام التعليق بتاعها مايل للنشفان حاجه بسيطه، بسبب طبعا ان هم علوا السقف وعشان يديك السواقه الحاده الممتعه زي ما قلنا عليه في اول الفيديو، نشفوه حاجه بسيطه، لكن تعامله كويس جدا ومش هيضايقك الصراحه. امتصاصه كويس الى حد ما كويس، مش احسن حاجه، مش زي مثلا موجود في التوران او حتى في الستروين سي 4 بيكاستو. الستروين سي 4 بيكاستو نفس الفئه دي كانت احسن منها جدا في امتصاص الصدمات، بس في الحته دي. طيب كرؤيه من قدام الازاز هنا الصراحه كبير جدا، انا شايف اخر العربيه، انا رافع الكرسي الاخر وشايف اخر الكبوت، ما يضايقنيش، ولكن عندي هنا نقطه عامه كبيره جدا من الاي بير اللي موجود هنا اهو، حطيت لك شباك هنا لكن فعليا انا مش شايفه، فعامل لي نقطه عاميه كبيره هنا. المرايه حجمها كويس جدا، انا شايف كويس الوريثه اللي ورايا كبيره وكويسه جدا، ولكن الرؤيه من ورا هي كويسه، لكن السي بيلر كبار شويه، والحمد لله طبعا عندنا هنا في حساسات خلفيه فبتعرف انك تركن عادي خالص. الحاجه الحلوه جدا في العربيه دي في التيتانيوم اخر فئه ان فيها حاجه اسمها اوتو بايلوت، من هنا بتدوس عليه هو بيركن العربيه بنفسه باستخدام الحساسات فقط مش الكاميرا بس يعني، وانا جربتها وفعلا عمليه جدا وشغاله جدا، ممكن تركن سواء ركن بارلل او ركن عمودي على الركنه بتاعتك او الحته اللي انت عايز تركن فيها. تمام. ال 150 حصان ده الموتور لو انت تعرف تجيبه اوصيك بيه، ممكن حتى لغايه 130 معاك اوكي مش هيقول لا، لكن ما انصحكش خالص تروح اقل من كده، ما تروحش المواتير اللي هي ال 1000 لتر ال 100 او ال 110 حصان في عربيه زي دي ب7 كراسي باطفال انت محملها على الاخر، هتبقى عذاب يا اخوانا، هتعذبك في الحركه والتحرك جوه وبره المدينه، وخاصه على السفر، خاصه انت هتبقى محملها على الاخر. طيب غير كده ال 150 حصان وتعامل نقل الحركه اليدوي ممتاز جدا الصراحه، احسن من الفولكس فاجن. انا بحب الصراحه بتاعت فورد جدا، بص زي الحركه ازاي بوب 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 بوب، وكمان بتحس انه بيرحلش على طول في الجير بتاعه بسرعه، محتاج قوه شويه لان هي العربيه سوقتها حاده. تمام. فالحته دي خلي بالكم منها وانتوا بتشتروها، العربيه دي مش اكتر حاجه مناسبه السيدات يمكن يحبوا اكتر الفولكس فاجن مثلا او الستروين، لو سيدها هتحب الستروين اكتر كتير جدا عن العربيه دي. تعامل زي ما قلت العربيه بقى التسارع بتاعها تمام، والموتور بتاعها زي ما انتم شايفين الموتور بدوس بيربط على طول يا اخوانا، مواتير بقى فورد والتعامل بتاعها ممتعه جدا في سواقتها. الريفتنج بتاعك بيعلى بسرعه جدا، اول ما بتشعر بنزين مع رفعه الدبرياج بتاعك تضغط على طول العربيه وبتتحرك تمام، مفيش فيها اي عطل، مفيش فيها اي لطشه، مفيش فيها اي تاخر في الاستجابه، لا ممتعه جدا 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 في سواقتها. ومش بس ممتعه جوه المدينه او على الطرق مثلا الطرق الدوليه مثلا، لا العربيه دي ممتعه في كل انواع الطرق بتاعتها. فمثلا لو خدت كورنر كبير زي اللي قدامنا ده، فميل العربيه دي مع نظام التعليق بتاعها الناشف شويه بيقلل جدا من الميل. انا شفتش عربيه ام بي في 4 متر وحاجه 66 سم فيها نسبه الميلان ده. بصوا اهو لو الكورنر اهو مش عارف تقريبا المصور وقع مني من دوسه البنزين مع الكورنر ده، لا ماسكه نفسها جدا، والرول بارز بتاعتها هي مش انتي رول بارز طبعا، هي رول بارز عاديه، ماسكه نفسها كويس جدا، والعربيه ما تملش او ميلان خفيف طبعا بالنسبه للسقف العالي ده اللي هي الفيزياء مش هتعرف تتحداها، لكن هي احسن واحده في سواقتها من الحته دي، فتقدر انت تاخد مش بحسسك انت سايق عربيه عاليه الصراحه. ايه اللي انا ملاحظه عجله القيادة نفسها طبعا هي تتقل اول ما بتدوس بنزين، ولكن لو مثلا لو خدت في وضع الثبات وتشوف ايه الاحساس، تعالوا كده بصبع واحد تقدر تعملها. شفت ازاي؟ دي بقى هنا فورد بيتفوقوا في الانظمه دي، بيعرفوا يعملوا ميكس حلو جدا.
ففي الركن هتبقى كويسه جدا، وفي الانطلاقه وفي على الطول السريع فهي بتتقل. انا دلوقتي دوست بنزين اهوت تقلانه جدا، بص الاستجابه كويسه جدا، يمين الشمال تستجيب. لا السواقه ممتعه، السواقه جميله جدا جدا جدا. احلى عربيه ام بي في من الحجم المتوسط اللي ممكن تشوفها في السوق تجيبها بالسواقه دي. طيب ايه العيوب اللي فيها؟ في عيوب مثلا ان هو على السرعات العاليه، تمام، عزل الصوت فيها بالنسبه للطيارات يعني متوسط خلينا نقول، لكن بيحصل لي هنا بيبقى فيه صوت رياح قوي داخلي من صفاره من الشباك الجانبي بتاع الباب، ففي صوت هنا، فالعزل فيها مش احسن حاجه. عشان كده في السفر مسافات طويله قوي ممكن هتتعبك شويه، تحتاج تعمل راحه كل شويه، لان في صوت جاي جامد جدا من الشباك صفاره الباب، برضه ان المرايات هنا حجمها كبير ففي صوت هواء طالع منها. الطيارات مش عالي قوي يعني، تمام. غير كده تلامس العجل مع الارض الصراحه ممتاز اكتر من ممتاز، ماسكه نفسها العربيه جدا، ميلان فيها قليل زي ما قلت. واخر حاجه خالص اقولها تسارعها بقى من مثلا من السرعات البطيئه وانت طالع على الطريق السريع. خلينا كده بص، مش عاملين تجربه تسارع احنا في اخر عربيه ام بي في، لكن انا عايز اوريكم بس احنا مثلا من وضع او مثلا ماشيين على 20 ومره واحده اتعس صوت بنزين اهو. لغايه دلوقتي صوت الموتور عليه عشان لسه على الثاني كده ابتدى يعلى على 60 اهو، ووصل ل 4000 عدى. معنى ايه؟ معنى ان العربيه بتشجعك على التسارع. بص بتتسارع كويس، لا كويسه جدا. اللي عايز يجيب العربيه دي عشان هو محب الاستواء او ممكن يستغنى شويه عن موضوع العمليه ان هي اقل مساحات من بقيه منافسينها، ده اختيار ممتاز جدا في السوق، خاصه لو 7 كنات. طيب عربيه انا شايفها ان هي كويسه جدا، اختيار للباحث عن اول حاجه السواقه الممتعه جدا جدا جدا. تاني حاجه اللي بيبحث عن سعر كويس، فهي سعرها في السوق كويس والله مش وحش. ثالث حاجه حته الباب الجرار دي، في العائلات بتحبها جدا لانه فعلا مريح جدا وبيديك مساحات كويسه جدا للدخول. والموتور بتاعها اكتر من ممتاز لو جبت الموتور اللي هو ال 150 حصان. قاعدتنا دايما الشيك ليست اهي فيها كل مختصر العربيه عشان توصل ان شاء الله القرار اللي هري. انا مش عارف بقى التصوير كان عامل وحش ولا حلو في الجو اللي عامل ايش ده، والهواء جامد جدا ده، والصوت عامل ازاي. اهم حاجه بس ان انتوا كنتوا استفدتوا، دي اهم حاجه. طبعا لو استفدتوا ما تنسوش الاشتراك من الزرار ده. اشوفكم الحلقه الجايه، عايزين نعمل لكم ريفيو اي عربيه في الكومنتات تحت. سلام عليكم.